عبادة الشيطان كانت موجودة في الديانات القديمة، لكن ما كانش بالشكل اللي احنا نعرفه أو اللي احنا سمعنا عنه حديثا. لكن تقدر تقول إن هو كان موجود النواة الأولى لعبادة الشيطان. لكن عبدة الشيطان بدأوا يظهروا للعالم سنة 1966 بعد إنشاء كنيسة الشيطان. ومش بس كده يا سيدي، ده في التسعينات بدأت توصل أفكار عبدة الشيطان للدول العربية. وفي سنة 1997 بدأنا نسمع عن عبدة الشيطان في مصر. طب مين هم عبدة الشيطان؟ وإيه أهم طقوس عبدة الشيطان؟ وإزاي ظهروا عبدة الشيطان في مصر؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. شوف يا سيدي، عبادة الشيطان ظهرت للعالم سنة 1966 لما أنشأ واحد اسمه أنطونيو ليفي كنيسة الشيطان، ودي أنشأها في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وفضل يعمل ترويج لأفكار عبادة الشيطان في كل مكان. لكن هل عبادة الشيطان كانت موجودة قبل كده؟ كانت موجودة، لكن ما كانش بالشكل المتعارف عليه حديثا. لكن تقدر تقول كانت النواة الأولى لعبادة الشيطان. عندك الفراعنة مثلا كان عندهم إله اسمه الإله سيس، وده كان بيمثل عندهم قوى الشر، فكان بيقدموا له القرابين عشان خايفين منه وعشان يتقوا شره. اما في الحضاره الهنديه كان الشيطان ليه دور كبير عندهم، وكان اسمه الركشه. وكان موجود برضه الشيطان في بلاد فارس. وفي العصور الوسطى ظهرت في اوروبا جماعات كتير كانت واخده الشيطان اله. من ضمن الجماعات دي كانت جماعه فرسان الهيكل. وكانت جماعه فرسان الهيكل بيعملوا اجتماعات ليليه بيمارسوا فيها كل طقوس عباده الشيطان، وكانوا بيتميزوا بلبسهم الاسود. وانتشرت الجماعه دي في فرنسا وانجلترا والنمسا، واستعانوا بيهم في الحروب الصليبيه. لكن صلاح الدين قضى على جزء كبير منهم. لكن بعد كده ظهرت جماعات تانية والكنيسة تدخلت في القصة دي وأعدمت جزء كبير برضه من عبادة الشيطان، وفضلت عبادة الشيطان تظهر وتختفي لغاية 1966. لكن أنطونيو ليفي ما اكتفاش إن هو يعمل كنيسة ولا إن هو يكون الكاهن الأعظم ليها، فعمل لهم كتاب اسمه الإنجيل الأسود، واللي من ضمن عباراته اقتل كما شئت. وكنيسة الشيطان كان فيها نوعين من الأعضاء. النوع الأول دول أعضاء مسجلين، ودول الناس اللي تم تسجيلهم من البداية كأعضاء. والنوع الثاني أعضاء نشطين، ودول اللي بيعملوا حاجات داخل الكنيسة مع الأعضاء. ودول 5 درجات. الدرجة الأولى شيطاني، أما الدرجة الثانية مشعوذ أو ساحرة، والدرجة الثالثة كاهن أو كاهنة، والدرجة الرابعة كاهن أعلى أو كاهنة أعلى، أما الدرجة الخامسة ماجوس أو ماجة. وكانوا بيمارسوا طقوسهم داخل الكنيسة. لكن إيه هي طقوس عبدة الشيطان؟ لكن قبل ما تعرف إيه هي طقوس عبدة الشيطان لازم تعرف إن عبدة الشيطان نفسهم معتقدين إن الشيطان الظلم معاذ الله طبعا. وده كله لما اطرد من الجنة لما رفض إنه يسجد لسيدنا آدم، فهم شايفين ومعتقدين إن الشيطان ده رمز القوة وبيستحق التقدير. وعبدة الشيطان دول بيحبوا إن هم يجتمعوا عشان يمارسوا الطقوس بتاعتهم يا إما في أماكن مهجورة أو أماكن بعيدة، ويفضلوا يرسموا على الحيطان رسومات غريبة سواء كانت جماجم أو كانت أفاعي. ويفضل عندهم كمان اللبس الأسود وإطالة الشعر. وهتلاقي في الحفلات بتاعتهم الموسيقى العالية، ومعاها شرب الخمر والمخدرات وشرب الدم سواء كان دم حيوانات أو دم طيور. وهتلاقي برضه عندهم حالات انتحار، لأن هم شايفين القصة دي إن دي حرية، والإنسان حر ياكل أو يشرب أو يموت في الوقت اللي هو عايزه. لكن أخطر قداس أو طقس عندهم هو القداس الأسود، وده اللي بيعملوه عشان يرضوا الشيطان بكل الطرق. وفي القداس الأسود ده بيتم التبخير بنباتات سامة، وكمان إشعال الشموع السوداء، وبيجيبوا تماثيل لإبليس وهو جالس على العرش كنوع من التحدي لله. لكن الطقس ده أو القداس الأسود بيختلف على حسب مجموعتين من عبدة الشيطان. والنوع الأول إن عبدة الشيطان بيتجمعوا كلهم في غرفة مظلمة ما فيهاش أي نور غير الشموع السوداء، والكاهن لابس اللبس الأسود، وبيكونوا مجهزين بنت بكر بمواصفات معينة، والبنت دي بيتم اغتصابها من كل الموجودين في القداس. أما المجموعة الثانية بالنسبة للقداس الأسود فدول عبدة الشيطان الشواذ، ودول بيعملوا نفس الطقوس بتاعت المجموعة الأولى، لكن الاختلاف فيها بدل البنت بيكون طفل. وبيتم يا سيدي تشغيل الموسيقى العالية في القداس، والكاهن بيقرأ الجرس 9 مرات، وده الرقم المفضل بالنسبة للشيطان زي ما هما بيعتقدوا، مش رقم 6 ولا 3 ستات. وفي نهاية القداس يا سيدي الكل بيسجد على الأرض، وبكده حسب معتقدهم هما بيسجدوا لإبليس. وبعد ما عرفنا أهم طقوس عبدة الشيطان هنعرف امتى ظهروا عبدة الشيطان في الدول العربية وامتى ظهروا عبدة الشيطان في مصر. أفكار عبادة الشيطان وصلت الدول العربية في التسعينيات، وبدأت من لبنان. وفي سنة 1997 المصريين كلهم صحوا على خبر عبدة الشيطان في مصر، ودول مجموعة من الشباب الأغنياء والمشاهير دخلوا القصر البارون وعملوا حفلة لعبادة الشيطان، وفضلوا يمارسوا فيها طقوس عبادة الشيطان، موسيقى عالية ورسومات على الجدران وشرب للخمر والمخدرات. طبعا ده عمل إزعاج للسكان اللي حواليهم، اتصلوا بالشرطة، الشرطة قبضت عليهم كلهم وبقت قضية رأي عام. لكن هل عبدة الشيطان بعد القصة دي اختفوا؟ لا، دول موجودين بس بصورة تانية، صورة صفحات أو جروبات على الفيسبوك
أو على تويتر، ولذلك الموضوع مهم وخطير ولابد من التحذير منه. ويا رب يكون قدرت إن أنا أديك معلومة عن موضوع مهم وخطير زي ده. وفي نهاية الفيديو ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.